يا اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من سلسله لاعبين مصريين مفقودين. وزي ما قلنا قبل كده السلسله دي هنتكلم فيها عن لاعبين مصريين كانوا موهوبين جدا والناس كلها كانت متوقعه لها نجاح كبير، ومره واحده اختفوا ومحدش يعرف عنهم اي حاجه. ولو انت لسه ما اتفرجتش على الحلقتين اللي قبل كده استاذنك تنزل تتفرج عليهم، ولو انت على اليوتيوب تعمل لي سبسكرايب، لو انت على التيك توك او انستجرام او فيسبوك تعمل لي فولو وتجيلي تاني عشان نبتدي في قصة لعيب النهاردة. واللعيب اللي معانا النهاردة هو باسم عبد العزيز. لما جينا نتكلم عن الحظ السيء والإصابات مع اللاعبين المصريين لازم نذكر باسم عبد العزيز. بداية باسم كانت في عام 2007 أو 2008 تقريبا، كانت من خلال قطاع الناشئين مع النادي الأهلي، وابتدى باسم يتصاعد بالفعل مع الفريق الاول، والناس كلها في النادي كانت متوقعه له نجاح كبير، والناس كلها كانت متوقعه اللي هو هيبقى الباك ليفت الاساسي في يوم من الايام في تيم النادي الاهلي. بس للاسف بنيجي عند اول عقبه بتواجه باسم عبد العزيز في مسيرته، الا وهي اصابته بالرباط الصليبي، وبيرحل بعدها باسم عن صفوف النادي الاهلي. بعد ما باسم بيرجع من الإصابة بيلف لفة كده لغاية ما بيوصل لنادي نابارو في عام 2012 في دوري القسم الثاني. يلعب باسم مع نادي نابارو تقريبا موسم ونص أو موسمين، وبيعمل باسم موسمين كويسين جدا، وكان أفضل باك ليفت في دوري القسم الثاني. ابتدى باسم يلفت الأنظار في الدوري الممتاز، وفي واحد من المدربين اللي فضل كبير جدا في مسيرة باسم عبد العزيز قرر اللي هو يرجعه تاني للدوري الممتاز. مين هو المدرب ده؟ هو كابتن إيهاب جلال رحمة الله عليه. كابتن إيهاب جلال وقتها كان المدير الفني لنادي مصر المقاصة. اتفرج على باسم وعجبه باسم جدا، وقرر اللي هو يضمه لصفوف الفريق. بالفعل بينضم باسم عبد العزيز لصفوف مصر المقاصة في عام 2015. خلاص بقى الدنيا بتضحك لباسم تاني وبيرجع لمكانه الدوري الممتاز. لا ده مش بس بيرجع تاني للدوري الممتاز، ده بيعمل موسم مفيش احلى ولا اروع من كده. باسم عبد العزيز في 2015 كان افضل باك ليفت في مصر بدون منافس. واللي هيفتكر فترة كابتن ايهاب جلال مع نادي مصر المقاصة واحمد الشيخ والفراج وحسين حمدي واللعيبة دي هيفتكر كويس قوي باسم عبد العزيز، وهيعرف كويس انا بتكلم عن مين. بعد الموسم ده باسم بيجيله عروض رسمية من الاهلي ومن الزمالك. بالفعل يا صديقي باسم عبد العزيز بيوقع مع نادي الزمالك في فترة المستشار مرتضى منصور. ماتنا بتقول يا فندم انه النهارده كان في جلسه بين حضرتك وبين ثلاثي مصر المقاصة احمد الشيخ وائل فراج وباسم عبد العزيز، ورغبتهم والانتقال لنادي الزمالك بشكل نهائي في الفتره القادمه. هو حضرتك قاعد معانا؟ لا. يعني معلومات يا فندم. ما شاء الله. اتفضل يا فندم. انا عارف ان هو موقع للزمالك، ووائل فراج موقع للزمالك، باسم عبد العزيز بالظبط برضه موقع للزمالك. بالظبط كده. فمعنى طبعا انت مفكر ان خلاص كده باسم بقى هيروح نادي الزمالك والدنيا زي الفل، بس اكيد لا يا صديقي. انت لو تفتكر انا في اول الفيديو قلت لك باسم عبد العزيز واحد من اللاعبين اللي حظها في الكوره كان سيء جدا جدا جدا. ايه بقى اللي حصل مع نادي الزمالك؟ تعالى لما اقول لك. نادي الزمالك او بالاخص مرتضى منصور وقع مع باسم عبد العزيز، بس ما وقعش معاه لوحده. بمعنى عمل عقد ثلاثي، ودي تقريبا المره الوحيده اللي يحصل فيها موضوع العقد الثلاثي ده على حظ باسم عبد العزيز. العقد الثلاثي ده في مين بقى؟ في احمد الشيخ زميل باسم في الفريق، ووائل فراج زميل باسم في الفريق برضه، وباسم عبد العزيز هو اللعيب الثالث. يعني ايه عقد ثلاثي وايه اللي حصل في موضوع العقد الثلاثي؟ طيب خلينا الاول نشرح كده موضوع العقد الثلاثي. العقد الثلاثي ده كان بيتضمن الثلاث لعيبه، هو احمد الشيخ وائل فراج وباسم عبد العزيز لعيبه نادي مصر المقاصة. يعني نادي الزمالك هيروح يدفع لمصر المقاصة 50 مليون او 60 مليون او ايا كان قيمه العقد، والعقد ده بيضم الثلاث لعيبه. يعني انا هديك الفلوس، انت هتديني الثلاث لعيبه في عقد واحد، مش كل لعيب له عقد، لا هو عقد واحد بيضم ثلاث لعيبه. معنى كده ان لو في لعيب صفقته باظت او في لعيب عطل، معنى كده ان العقد كله باظ. وطبعا مش محتاج اقول لك انه باظ. مين بقى اللي بوظ الصفقه وبوظ انتقال باسم عبد العزيز نادي الزمالك؟ هو احمد
الشيخ. ايه اللي حصل بقى مع احمد الشيخ واللي بسببه الصفقه بتبوظ؟ احمد الشيخ او نادي مصر المقاصه بعد توقيع العقد الثلاثي بيوم كان بيقابل نادي الزمالك في الدوري المصري. بيعمل احمد الشيخ ماتش كويس جدا وبيجيب جون عالمي والدنيا كلها كانت ماشيه زي الفل. هتيجي تقول لي طب ايه المشكله في كده؟ يعني اللي احمد الشيخ يلعب ماتش حلو قدام الزمالك، فين المشكله؟ اقول لك استنى يا صديقي، هقول لك المشكله. اقول لك على حاجه، روح كده شوف المشكله وتعالى تاني. جت مشكله احمد الشيخ، فاحمد الشيخ طبعا خلاص اتفقوا مع الزمالك، وجه احمد مرتضى منصور وجابوا الفلوس وجابوا والاستغنى جاهزه وكل حاجتنا جاهزه اوريدي اوكي على احمد الشيخ. ماشي. عندنا ماتش مع الزمالك ثاني يوم. احمد الشيخ لعب وكان احسن لاعب في المباراه وسجل جون عالمي في الزمالك وتقريبا ضيع الدوري من الزمالك في الجون ده. حصل كلاش بين اللعيبه وبعضها واتخانقوا مع بعض صح مع احمد الشيخ. احمد الشيخ طلع غرفه اللبس، يا سياده اللواء محمد انا مش لاعب في الزمالك ابدا. ليه هو يا قال ابني؟ كده. يا ابني انت بتهزر، ده في ده خلاص خلصوا كل حاجه. خلاص خلص والفلوس وصلت والاستغنى المفروض يروح لهم. والفعل يا صديقي احمد الشيخ بيبوظ الصفقه وبيقرر بعديها اللي هو يروح الاهلي ومرتضى منصور والخناقه الشهيره اللي حصلت ما بينهم، وحكايه حمضانه كده مفيش اي حد اتضر منها غير باسم عبد العزيز. انت متخيل سوء الحظ بسبب لعيب معاك في الفرقه اتخانق مع لعيب تاني في فرقه تانيه، انت بيروح عليك فرصه كبيره اللي هي انضمام لنادي الزمالك. فانت متخيل سوء الحظ؟ يعني باسم كان بصراحه بيقابله سوء حظ غريب. بس لسه مسيره باسم ما انتهتش على كده. باسم بيبتدي الموسم اللي بعديه بدايه كويسه جدا وبدايه قويه ولسه محافظ على مستواه ولسه محافظ اللي هو افضل باك ليفت في مصر. الاهلي ساعتها كان بيعاني من مركز الباك ليفت بعد اعتزال كابتن سيد معوض وانخفاض مستوى صبري رحيل الفتره اللي هي قبل علي معلول ده على طول. الاهلي ساعتها كان بيعاني من مركز الباك ليفت. الاهلي بيقرر اللي هو يبعت عرض رسمي لباسم عبد العزيز. الدنيا بتضحك لباسم تاني وباسم خلاص بيقول خلاص مش مهم صفقه الزمالك باظت، بس مش مهم، ده انا هرجع الاهلي تاني وهرجع بيتي ومفيش احسن من كده. هو انت لسه يا صديقي بعد كل اللي حكيته لك ده لسه متخيل اللي هي هتخلص النهايه الفرايحه دي؟ يعني ان باسم بقى هيروح الاهلي والدنيا زي الفل ونوزع شربات والفيلم يخلص على كده والبطل بيعيش والشرير بيموت؟ انت مفكر هتخلص كده؟ لا، مش تخلص كده للاسف يعني يا صديقي، للاسف. باسم بعد مفاوضات الاهلي مباشره بيجي له الرباط الصليبي الثاني، وللاسف بسببه بتنتهي مسيرته في الدوري الممتاز، وللاسف بسببها باسم ما بيكملش مفاوضاته مع نادي الاهلي. بصراحه مسيره صعبه جدا واحداث صعبه جدا على اي شخص انه يتحملها. بس لو باسم يتعلم حاجه من الرحله دي هو اكيد طبعا يتعلم الثبات النفسي والرضا. لان لو اي حد تاني غير باسم كان ممكن يحصل له حاجات سلبيه كتير في حياته. وللاسف بتنتهي مسيره باسم مع الدوري الممتاز. هو اي نعم راح بعدها الاسماعيلي وراح طنطا ولعب شويه، بس يعني طبعا كان فقد مستواه وفقد بريقه وبدأ ينزل للدرجة التانية ولعب في كام فرقة في الدرجة التانية، بس كان خلاص فقد مستواه اللي هو كان أفضل باك ليفت في مصر في وقت من الأوقات. فبس كده يا صديقي، دي كانت قصة لعيب النهاردة. فأتمنى لو الحلقة عجبتك، ولو أنت عندك لعيب تاني تنزل تكتب لي اسمه في الكومنتات، ولو الحلقة عجبتك تعمل لي لايك وتعمل لي فولو أو سبسكرايب لو أنت بتتفرج على اليوتيوب. وسلام عليكم.